عملوا الفاحشة عند الكعبة، فقال لهم: وهل كان إلا زانيين؟ عمرو بن لحي أول من أدخل عبادة الأصنام مكة، وأول من بدل دين العرب، وجاب لهم أكبر أصنامهم هبل، وأدخل لهم آلهة تانية زي اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة. وقلنا إن أعجب الأصنام كان إساف ونائلة. إيه قصتهم؟ الصنمين دول ما كانوش أصنام، ما كانوش حجارة أصلا، كانوا بشر. إساف ده شاب من أهل اليمن، ونائلة بنت من أهل اليمن، كانوا بيحبوا بعض. إساف تقدم عشان يخطب نائلة، أبوها رفض. اتفقوا إن هم يتقابلوا في مكة في الحج. هناك في مكة لما اتقابلوا وفي غفلة من الناس، إساف ونائلة عملوا الفاحشة عند الكعبة. فطبعا كبيرة من الكبائر من زمان الزمان وتتعمل عند الكعبة، فربنا أنزل غضبه عليهم فمسخهم حجرين. والعرب عشان يعتبروا أخدوا إساف حطوه على الصفا، وأخدوا نائلة حطوها عند المروة، عشان يعتبروا ده جزات اللي يعصي الله ويفعل الفاحشة عند الكعبة. مرت الأيام وجه عمرو بن لحي وبدل دين العرب وأدخل الأصنام، فلقى حجرين، واحد عند الصفا وواحد عند المروة، فأمر إن الحجرين دول يتحطوا عند الكعبة وأمر بعبادتهم. فالناس أطاعوه، لكن بعضهم ما نسيش قصتهم. لما جه سيدنا أبو ذر بعد البعثة ودخل مكة وسأل على الرسول صلى الله عليه وسلم، اتضرب، لأن وقتها كانت قريش بتحارب الدعوة، وكانت عاملة تعتيم كبير جدا على الدعوة عشان ما تنتشرش. ففضل في مكة فترة من الزمن بيحاول يعرف أخبار عن الرسالة والدعوة الجديدة، وخايف يسأل سؤال مباشر لحسن يتضرب تاني. في يوم من الأيام أهل مكة كلهم عند الكعبة نايمين، الله عز وجل ضرب عليهم النعاس، فخرج أبو ذر يدور أي حد ياخد منه أي خبر، فلقى اتنين من الجواري عند إساف، فقال دول جواري ما يعرفوش حد، هروح أسألهم. فراح فبيسألهم: هل تعرفون من خبر هذا الدين الجديد شيئا؟ يعني عندكم فكرة الدين الجديد ده أتعلم عنه إزاي؟ قالوا له: ما لك وهذا الدين الجديد؟ أتترك إساف ونائلة لغيرهما؟ يعني أنت بقى هتسيب عبادة إساف ونائلة وتروح تعبد حد تاني؟ فطبعا أبو ذر من ضمن الناس اللي كانوا عارفين قصتهم، فقال لهم: وهل كان إلا زانيين؟ فطبعا الجاريتين اتصدموا، وواحد بيشتم الآلهة، وخرجوا يصوتوا ويدوروا على حد يجي ينتقم منه. فقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر، فلما لقوهم مفزوعين فسألوهم: مالكم؟